فاش كتجلس تغدى ولا تعشى مع عائلتك ولا كتخرج مع صحابك، قرعه ديال المناضه كتحط فوق الطبله كحاجه عاديه ومألوفه. ولكن واش عمرك فكرتي كيفاش هاد الشركات الكبرى كتقدر تبدل العادات ديال المجتمع كامل وبلا ما يحسوا بها، حتى كتولي تتحكم في الحياه وفي الموت ديالهم؟ تخيل معايا انه كاينه واحد البلاصه على كوكب الارض اللي الشخص الواحد فيها كيشرب اكثر من 2 لتر ديال المناضه في النهار، وتحديدا كوكاكولا. وهذا الشيء ماشي حاله عابره، هذا ادمان جماعي رجع هذه المنطقه كامله هي الاولى في العالم من ناحيه الاستهلاك ديال كوكاكولا، وكتوصل حتى ل 800 ايترو للشخص الواحد في العام. ولكن المفارقه المرعبه هي ان هذه البلاصه سميتها ارض الينابيع، اللي هي منطقه تشياباس في جنوب المكسيك. شتا تما خيط من السما والانهار كبيره، ولكن وسط هذه الوفره كامله المواطن ما لاقيش حتى قطره ديال الماء وحده صالحه للشرب يقدر يشربها، حيت الماء ملوث، والبديل الوحيد واللي رخيص وموجود في كل حانوت هو الكوكاكولا. في الحلقه ديال اليوم غادي نكتشفوا السيستم المرعب اللي دمر الصحه ديال المجتمع كامل ورجع الماء الجوفي ديالهم عباره على ذهب اسود كيعمر الصناديق ديال المستثمرين وكيصيف الدراوش للمقابر. هذه ماشي مجرد قصه بعيده علينا، هذا تحذير حقيقي لينا كاملين هنايا في المغرب. في مدينه سان كريستوبال الخيارات امام المواطن العادي شبه مستحيله، حيت الماء اللي كيخرج من الروبيني قليل وعامر بالكلور وريحته والطعم ديالو بحال الماء ديال لابيسين، ومع الوقت كيجيب الامراض. وتما كيلقى بنادم راسو قدام واحد المقارنه غير عادله، يا اما يشرب الماء ملوث اللي بحال البيسين، ولا يشري الماء من الشاحنات اللي غالي وما كيعرفوش اصلا منين جاي، ولا يشري كوكاكولا بارده ومنعشه وبالثمن اللي تقريبا ارخص من الماء. وبطبيعه الحال تلقائيا كلشي كيمشي للمناضه، ولكن السؤال هو فين مشى الماء النقي ديال المدينه؟ على برا ديال المدينه كاين واحد المصنع ضخم ديال تعبئه كوكاكولا اللي خدام من سنه 1994، وهذا المصنع عنده رخصه وامتياز كيعطيه الحق انه يسحب اكثر من 1,000,000 لتر ديال الماء الجوفي والنقي كل نهار. وهنا خاصنا نحبسوا ونفكروا واحد شويه، واش هذا السيستم ما كيجيبش لكم لا بانه قريب لينا في المغرب؟ حيت في السنوات الاخيره في المغرب ومع توالي سنوات الجفاف ولينا كاملين كنحسوا بالقيمه ديال الماء، ولكن في نفس الوقت الشركات ديال المشروبات الغازيه والشركات اللي كتعمر الماء ديال الروبيني في قراعي ديال البلاستيك وكتبيعوا لينا ب5 ولا 6 دراهم، الارباح ديالها غدا وكتطلع. وفاش كتولي الثروه المائيه ديال البلاد في شركات خاصه، المواطن البسيط هو اول واحد كيعطش واول واحد كيخلص الثمن من جيبه ومن صحته. في المكسيك هذا المعمل بوحدو كيستهلك يوميا ما كيعادل 4.6 لتر ديال الماء الصافي اللي كان خاصو يمشي لكل مواطن في المدينه. وبطبيعه الحال الشركه حاولت تلمع الصوره ديالها ونشرت في الموقع ديالها انها زرعت شجر وبنات خزانات ديال الماء للسكان. ولكن واش هاد الخزانات غادا تعوض الملايين ديال الليترات اللي كتسرق من الجوف ديال الارض كل نهار؟ ما يمكنش. ولكن القصه ما كتوقفش في السرقه ديال الماء. كيفاش قدر هذا المنتج الامريكي يولي شي حاجه مقدسه في الثقافه ديال المكسيكيين؟ اقليم تشياباس السكان الاصليين اللي هما الهنود الحمر كيمثلوا 30% من المجتمع، وهنا الشركه استعملت ذكاء خبيث جدا، وظفات علماء انثروبولوجيا اللي هما علماء دراسه الشعوب، وصمت لوحات اشهاريه ضخمه فيها عارضين لابسين الملابس التقليديه ديال السكان الاصليين. بل اكثر من هذا الشيء، التسويق ديال الشركه وصل لدرجه اقناع الشامان اللي هما المشعوذين والاطباء التقليديين ديال القبائل باش يستعملوا الكوكاكولا في الطقوس الدينيه ديالهم. وهاد القضيه ديال زرع المناضه في وسط العادات والتقاليد حنايا في المغرب كنعرفوها مزيان وعايشينها يوميا. واش عمرك شفتي شي عرس مغربي ولا شي اسبوع ولا حتى جنازه وما حطوش فيها المناضه؟ السيستم ديال الشركه نجح انه يقنعنا باللي الضيافه والكرم المغربي ما كيكملوش الا ما حطيتيش قرعه ديال المناضه فوق الطبله. رجعوها جزء من الهويه ديالنا لدرجه ان الطاجين المغربي اللي هو رمز ديال الماكله الصحيه ولا عند بزاف ديال الناس ما كيدوش الا ما كانتش معاه كاس ديال المناضه بارد. وهذا الشيء ماشي صدفه، هذا اختراق ثقافي مدروس. في سنه 2015 شركه كوكاكولا في المكسيك تلقات واحد الحمله اشهاريه دارت ضجه كبيره وتوصفت بالعنصريه. هذه الحمله الاشهاريه بينت واحد المجموعه ديال الشباب امريكانيين داخلين القريه ديال السكان الاصليين وبناو ليهم شجره عيد ميلاد وكيوزعوا عليهم كوكاكولا كرمز ديال السلام والاتحاد. ولكن النتيجه كانت نجاح مرعب للشركه. هاد السكان هما اليوم اكثر الزبائن وفاء لكوكاكولا في العالم كامل. والمرعب هو ان هذا المشروب ولا داخل في حياتهم حتى ملي كيكونوا باقيين صغار. كتلقى الدراري عندهم 3 سنين كيوصلوا لدرجه انهم كيحيدوا لهم سنان ديال الحليب كاملين
حيت تكالوا بالسوسه بسبب السكر. وفاش كتواجه الشركه بهاد الحقائق كتخرج بتصريحات بارده وكتقول حنايا متفقين باللي السكر بزاف ماشي صحي، داكشي علاش وفرنا لكم منتوجات بدون سكر. المصانع في المكسيك كتسيرها شركه سميتها فيمسا، وهي اكبر وكيل لتعبئه كوكاكولا في العالم. هاد الشركه عندها واحد النفوذ سياسي خطير. واش عمرك سمعتي برئيس المكسيك السابق فيسنتي فوكس؟ هاد الراجل قبل ما يولي رئيس المكسيك كان هو الرئيس التنفيذي ديال شركه كوكاكولا في المكسيك في السبعينات، ومن بعد ما ولا رئيس ديال البلاد من 2000 حتى 2006 هو بيدو اعترف وقال بان اول تبرعات حصل عليها باش يبدا المسيره السياسيه ديالو جات من المسؤولين والموزعين ديال كوكاكولا. وهذا الزواج ما بين المال والسلطه وما بين الشركات الكبرى والسياسه هو نفس الحيط اللي كنخبطوا فيه حنايا في المغرب فاش كنهضروا على غلاء المعيشه. حيت فاش كتشوف الاسعار ديال المحروقات او المواد الغذائيه طالعه وكتسول علاش القوانين ما كتحميش المواطن، الجواب هو النفوذ. فاش كيوليو اصحاب الشركات هما بيدهم اللي كيشرعوا القوانين وكيتحكموا في الاقتصاد، صعيب تسنى منهم يوقفوا مع الدرويش ضد مصالح الشركات ديالهم. في المكسيك في 2003 الرئيس حبس واحد الاقتراح كان باغي يفرض ضرائب على المشروبات الغازيه، والشركات كتخاف من هاد الضريبه ماشي حيت غادا تخسر الفلوس، ولكن حيت كتحط الكوكاكولا في نفس الخانه ديال السجائر كمنتج مدمر للصحه. المكسيكيين اليوم كيخسروا حتى 10% من الدخل ديالهم غير باش يشربوا الماء، في الوقت اللي الامم المتحده كتقول بان النسبه العادله خاصها ما تفوتش 3%. الخلاصه هو ان الوصول لماء نظيف هو حق اساسي من حقوق الانسان، حق اللي تحرموا منه هاد المكسيكيين باش يتحول الماء ديالهم لثروه في الجيب ديال المستثمرين. هذه ماشي مجرد قصه في المكسيك، هذا دليل على كيفاش الشركات العملاقه كتقدر تسيطر على الثقافه والصحه ديال المجتمع كامل بلا ما يعيق. وفي المغرب الثقافه ديال الاستهلاك وديال المناضه والماكله ديال الزنقه ولات كتدخل كل دار، والسبيطارات ديالنا ولات عامره بحالات ديال السكري والضغط الدم اللي كيهلكوا الميزانيه ديال العائلات. الى عجبكم هذا الوثائقي ما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك والاعجاب، وقولوا لنا في التعليقات واش كيبان لكم هذا النفوذ ديال الشركات كبر من القدره ديال الشعوب على التغيير. شكرا على المشاهده، ونتلاقاو في الحلقه المقبله باذن الله.